اليوم تم الاتفاق على إنشاء جسر الملك سلمان. لا يقل أهمية عن حفر قناة السويس. يتوقع أن تجلب البضائع المنقولة فوق الجسر عائدات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار سنويا. سيقوم القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه، مش أقل من 200 مليار. بنقدم أو بنخصص 200 مليار جنيه لصالح شباب مصر عشان يشتغل. أنا في ال5 سنين دول 50 كنت دخلت أكثر من 200 مليار. فاكرين المؤتمر الاقتصادي؟ فاكرين السيلفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فاكرين اللي حصل؟ من حقنا ومن حق الإعلام إنه يسأل بعد مرور سنة فين ال 200 مليار؟ دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار دولار. التقديرات المبدئية لحجم الأموال المنهوبة من مصر سواء في الداخل أو الخارج يصل إلى حوالي 200 مليار دولار. خطط استثمارية وأموال لمصر في ال4 سنين اللي جاية لا تقل عن 200 مليار دولار.